عايزه يعمل ايه؟ مش عايزه يعمل حاجه. انا هدعوه للاسلام، امن كان به، ما امنش اديني رفعت عنه الظلم. لا، هو احنا بنقول غرض الفتوح ليه بقى؟ لنشر الاسلام. هو ده احنا بنقوله، ان هو المبرر ملوش اي علاقه بفلسفه الحرب في التاريخ المعاصر. فلسفه الحرب في التاريخ المعاصر اللي هو ايه؟ في قانون دولي والامم المتحده وبتاع مش عارف ايه، شويه كده معايير. المعايير مش كانتش موجوده وقتها. ده واحد. اتنين، ان كل الحركه دي كانت بغرض واحد واضح جدا، اللي هو سيدنا ربيعي بن عامر لما سالوا قائد الفرس قال له ايه؟ ما الذي اخرجكم او لما اتيتم الينا؟ ايه اللي طلعكم من الجزيره العربيه؟ فقال له ايه؟ ما قالوش ان احنا جعانين ولا مش لاقيين ناكل ولا مفيش فرص عمل مثلا ولا احنا جايين مش عارف. قال له ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. يعني هذه دعوه لحريه الانسان، كل انسان في الارض كل الارض في الزمان كل الزمان. اي انسان مستضعف مظلوم احنا جايين نرفع عنه هذا الاستعباد. طب بعد ما ترفعه عنه عايزه يعمل ايه؟ مش عايزه يعمل حاجه. انا هدعوه للاسلام، امن كان به، ما امنش اديني رفعت عنه الظلم. يعني لو انا فتحت الارض دي والراجل المجوسي، هذا الرجل المجوسي انت عايز تدفع عنه؟ كل بلاد فارس كانوا مجوس ومنهم ديانات اخرى. المسلمين لما دخلوا ايه اللي حصل؟ هنقعد 200 سنه تقريبا مفيش اي تحول كتل ضخمه للاسلام تاريخيا. كل الاراضي المفتوحه اللي راجل كان على دينه فضل على دينه. طب المسلمين عملوا معاهم حاجه؟ لا. ايه الاجراءات؟ كلها اجراءات متعلقه حاجات تنظيميه او الجزيه اللي هي الضريبه الماليه. في اي حاجه تانية؟ لا. في اي تحويل قسري؟ لا. في اي حته؟ لا. امال هو كان فاتح ليه؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. رب العزه خلق الناس احرار، حر الاراده لدرجه ان رب العزه بعت له رسول، والرسول وظيفته البلاغ بس. يعني هو حر يؤمن حر يكفر، ثم اما يعذب او ينعم في الاخره. لكن هو كاراده حره هو المخلوق الوحيد صاحب الاراده الحره، هو والجن، ان يرسل له الرسول فيامن او يكفر. فانا وظيفتي كمسلم الوظيفه الاولى اللي هو اللي قالها سيدنا ربيعي بن عامر، قال ايه؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد. يعود الى اصل الخلقه، ان هو ايه؟ حر اختار دينه اللي هو كان عليه حي هلا، وفي يوم اخر الله عز وجل يحاسبه، وهو في الدنيا ياخد احكام هذا الديان. لو هو كافر لو كان صار مسلم يبقى مسلم. طيب ايه تاني عايز تعمله؟ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. طب انا بعد ما حررته هسيبه كده؟ لا، مش هسيبه. ده انا هحكمه بعدل الاسلام. يعني ايه بعدل الاسلام؟ الرجل ده لو كان بيعمل سخره انا مش هخليه يعمل سخره، لان الاسلام بيحرم ده. لو ليه اجر هياخده، لو هو حر ان هو يسافر او يزارع او يبيع او يشتري انا هسمح له بده. خلاص، بالرغم ان هو في كل الانظمه اللي كانت بتحكمه في مشرق والمغرب بتمنعه من ده لاسباب اما طبقيه او نظاميه او حكميه، انا همنع ده كله. ونخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره.